عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى جايبه لكم وصفه المشمش، ان احنا ازاي نخزن المشمش في الفريزر، وازاي نعمله مربى، وازاي نحتفظ بيه في الفريزر لمده عام كامل لو عشنا ان شاء الله رمضان الجاي، بطريقه بسيطه خالص. وطبعا مفيش مكونات غير هي المشمش. تابعوا معايا الخطوات وان شاء الله الفيديو يعجبكم. بس عندي شويه ملاحظات عايزه اقولها لكم في الاول، ان لازم لما اعمل المشمش يبقى الحله بتاعتي تكون تقيله، تبقى حله تقيله علشان المشمش ما يتحرقش مني. وبقيه الملاحظات هقول لكم وانا شغاله يا حبايبي. ايه رايكم بقى في الفيديو النهارده؟ بصوا بقى، بصوا الجمال، بصوا الحلاوه، هيعجبكم اول فيديو النهارده والله. بصوا بصوا كلها قطع ازاي وجميله. بصوا هنا، بصوا البرطمان بقى ده، الله بجد، الله على طعمها والله على ريحتها والله على جمالها. طبعا ينفع نشيله في الفريزر، نعمل منه عصير، ينفع نعمل منه حاجات ياما. يلا بينا نخش على الفيديو. النهارده بقى هنعمل المشمش. المشمش بجماله، انا ما بحبش اجيب المشمش المهري. المهري ساعات بيبقى مدود من جوه، فخدي بالك هاتي المشمش الناشف اللي ماسك نفسه، اللي لسه الراجل يعتبر جايبه. لاني جربت كذا مره لما بجيب المستوي، انا بحب المستوي في طعمه، لما باجي اكله بحب اللي هو المشمشيه المستويه. جربتها كذا مره لقيت فيها دود ومش ما بتبقاش عاجباني، فنخلينا في المشمشيه اللي ماسكه نفسها دي. هنمسك المشمش كده نقطعه نصين خالص كده من بعضه، ونحط هنا كده. نحط هنا البذر. طبعا البذر بتاع المشمش ده في ناس بتستخدمه استخدامات جامده يعني للبشره، بيعملوا منه زيوت، اللي هو زيت اللوز المر ده، بيشال منه الناشفه اللي من بره دي، وبتطلع منها حته من جوه كده عامله شبه اللوزه، بتتفرم، وبيعملوا منها كريمات، وبيعملوا منها شغل عالي قوي للبشره والكولاجين وحاجات حلوه قوي للبشره. انتم شايفين كده طريقته بسيطه جدا. احنا هنعمل منها مربى، هنعمل منها عصير، هنعمل منها قمر الدين. لو عايزه تشيليه ان شاء الله رمضان السنه الجايه باذن الله يعود علينا بخير تشيليه. انتوا عارفين ان مش ما بيغيبش، يا دوبك ما بيكملش شهر معانا وبيمشي، مش من نوع الفاكهه اللي بتطول، مش موجوده يعني. هي بيجي الموسم بتاعه، يجي ما يكملش شهر ويمشي، ضيف غالي زي ما بيقولوا. انا هخلص كده وارجع لكم. انا كده خلصتهم زي ما انتم شايفين، 2 كيلو دول معايا. مش روعه، شلت منهم البذر. هبدا بقى ايه اعملهم. في ناس بتمسك المشمش تحطه على النار على طول، لا انا هسيبه في التلاجة ليله كامله بالسكر على ما ينزل ميته، لان المشمش ما ينفعش تحط له ميه. ففي ناس بتعمله توطي النار خالص وتعمل، لكن التكايه ان انت ما بتسيبي المشمش بالسكر في قلب التلاجة بيطلع المربى معاكي او العصير روعه. بيكون المشمش نزل ميته مع السكر، يا دوبك بتحطيه على النار غلوتين وخلاص على كده. جربوا كده الطريقه دي، الطريقه دي ممتازه. انا بقى كده انزل بالمشمش، انزل كده هنا بكوبايه سكر، عامله على ال 2 كيلو كوبايتين سكر. ما تكتروش السكر، السكر ده وذوقكم انتوا. في ناس بتكتر السكر، يعني تحطي على الكيلو قصاده كيلو سكر، او الاتنين كيلو قصاده كيلو سكر. لا انا ما بحبش كده. لو انت هتحتفظي بيه يعني فتره طويله قوي، ماشي، زي المربى اللي بيعملوها تحت في مثلا بيبيعوها في الدكاكين وكده، بيكتروا لها السكر تلاقيها مسكره جدا عشان دي يبقى ماده حافظه للحاجه. لكن كوبايتين سكر على 2 كيلو ممتازين. انزل كده بالكوبايه الثانيه وهسيبه ليله كامله في التلاجة وارجع لكم هنا. يا حبايبي، بعد ما خليته ليله كامله في التلاجة، السكر كده ساح
وميته نزلت، ويا دوبك كده يتحط على النار ياخد غلوتين ويبقى كده المربى معايا جهزت، او عصير المشمش جاهز. بصوا ميته نزلت ازاي والسكر ساح. ونخش دلوقتي نحطه على النار ونوريكم هو هيبقى شكله عامل ازاي. حله نفضيه كده في الحله كله اهو. انا حطيته كده على النار، اضيف له بس شويه ملح ليمون، رشه ملح ليمون كده صغيره وبس كده. ما عنديش ملح ليمون، عصير نص ليمونيه وحطيه عليه. هنزل فيها بطرف المعلقه اهو، حبه صغيرين خالص بس كده. اسيبه بقى مع نفسه كده على النار هاديه كده. احتفظ بيها كمربى، اعبيها في البرطمان وهي سخنه. ماشي. انا طبعا هعمل شويه مربى وشويه ايه عصير. البرطمان بتاعي نضيف وناشف. عاملاه كده خلاص هحط عليها. شايفين معاكم انتوا برضه عارفين درجه السوا اللي وصلها ايه. طبعا في ناس بتبقى مهريه، كل واحده وذوقها. عندك خليط عايز تضربيها فيه، عندك كبه، شوفي انت عايزه تعمليها فيه، بس انا بحبها فيها حاجه كده. هو الصينيه تنفع للعصير وتنفع تتاكل مربى. كده خلاص صفيت. هتبرد شويه كده وارجع اوريها لكم ايه وهي بارده كده، نشوف هنعمل معاها ايه. احتفظ بيها كمربى، اعبيها في البرطمان وهي سخنه. ماشي. انا طبعا هعمل شويه مربى وشويه ايه عصير. البرطمان بتاعي نضيف وناشف. عاملاه يا حبايبي. بصوا بقى الجمال، بصوا الحلاوه بقى، طعمها روعه روعه. اتمنى ان انتوا تجربوها. بصوا الجمال، فيها قطع ازاي وجميله. طبعا انا عبيت هنا برطمان مربى اهو. ده برطمان يا حبايبي، ده برطمان يكون محكم الغلق. ماشي. وعملت اكياس اشيلها في الفريزر تقعد معايا من السنه الجايه ان شاء الله، تقعد معايا لو عشنا لرمضان الجاي باذن الله. ماشي يا حبايبي. نعمل بيها قمر الدين، نعمل بيها مهلبيه، عصير مشمش روعه بالتلج كده. بصوا بقى الجمال، بصوا بصوا الطريقه بتاعتها ولا حاجه، سهله جدا. ماشي يا حبايبي، شايفين؟ اتمنى الفيديو يعجبكم، ما تنسيش بقى في اللايك والشير. مع الف